السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي عالم إسراء DIY. تخيلوا معايا إن الشكل التحفة اللي قدامكم ده من علبة برفيوم فاضية. لو عايزين تشوفوا ازاي حولنا علبة برفيوم فاضية لبيت فاير خيالي زي ده في 3 خطوات بسيطة وبشوية صلصال فوم، هنعمل أحلى ديكور سحري يخطف العين. لو بتحبوا الأفكار السهلة والمميزة اللي زي كده تابعوا الفيديو للنهاية. إيه الأدوات اللي هنحتاجها؟ علبة برفيوم فاضية وأي كرتونة صغيرة ولزق ورق لتثبيت الكرتونة ومقص وشوية صلصال فوم بأي ألوان مميزة انتوا حابينها، وكمان بيكون معاها أدوات توزيع جوه الباكت وشوية قطعات بقى من قطعات الصلصال أو العجين وغيره أبيض أو أي سوبر جلو، وكمان أدوات توزيع زي دي هتساعدني في إن أنا أشكل البيت. ويلا بينا نبدأ. وأول خطوة معانا هبدأ بعلبة البرفيوم دي. هبتدي إن أنا كده أجيب المسطرة بتاعتي ومن عند 5 سنتي كده هبتدي إن أنا أحدد شكل المثلث بتاعي على العلبة. ولو مش متوفر عندك علبة برفيوم ممكن تستخدمي أي كرتونة صغيرة. هبتدي إن أنا أعمل شكل المثلث ده في الناحية التانية وبرده في الجوانب كده هبتدي إن أنا بالمسطرة أسويها علشان أقصها بالشكل ده. وده بقى شكلها بعد ما قصيناها. بعد كده بقى هضيف الطبقة الداخلية للكرتونة اللي بتكون أصلا معاها عشان تديها كده سمك أقوى، وهقص الجزء الزيادة بالقطر. ودلوقتي هنعمل السقف بتاع البيت. هجيب كده كرتونة من داخل علبة برفيوم تانية وهبتدي ان انا اقص الجزء ده كده علشان ابتدي ان انا اعمل التندة بتاعة البيت بحيث يكون السقف مايل شوية لكن مش بشكل تقليدي. هحاول اعمل شكل اقرب للخيال زي البيوت اللي بنشوفها كده في قصص الفانتازيا وعالم الخيال. هقص الجزء الزيادة كده بالمقص. كده عملنا تندة بسيطة كده على شكل 8، وده هيكون شكلها من كل الزوايا. بعد كده هثبت كل القطع مع بعض باستخدام لزق ورق علشان تكون متماسكة. هبتدي ان انا اجيب اللزق كده وهبتدي ان انا الزقها من كل ناحية كده بالشكل ده، وبكده يكون كونا اساس البيت وبقى جاهز معانا.